بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المتابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل غدوة سريعة وخفيفة ومفيدة إن شاء الله، خصوصا الناس اللي بتعمل الدايت. البتنجانة كبيرة بس هي مواصفاتها حلوة، يعني لازم تكون طرية، ولازم اللي هو العنق بتاعها من تحت كده يكون عريض زي ما احنا شايفين. هتلاقوها من جوه بيضة اهي يا جماعة، طرية شايفين. ان شاء الله هنقطعها دلوقتي وهتشوفوا قد ايه هي طريه وبتبقى مسكره وجميله من جوه. المسقعه النهارده هنعملها بالطماطم طبعا، والطماطم هنقطعها. احنا عارفين ان تيست التقطيع سبحان الله بيختلف عن اللي بتتعمل في الخلاط او الكبه. وفضلا لو وصفاتنا بتعجبكم يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه ولايك. الطبق النهارده جميل وسريع ومفيد وان شاء الله يعجبكم. طبعا معلقتين الزيت دول بس هما اللي هنستخدمهم في الطبق، ومعايا كمية توم مفروم بالشطة زي ما احنا شايفين كده، ومتبهر طبعا، حاطين عليه البهارات والملح. والطماطم اهي بتتقطع، والكام دقيقة اللي هيقعدهم على النار بس اللي هي هنقطع فيها زي ما احنا شايفين. وقلت لكم يا بنات اهو البتنجان ما شاء الله ابيض من جوه وطري، وما شاء الله كان مسكر يعني. ما اخدش وقت خالص. يعني على ما تعملي الطبق كده تكوني اتوضيتي وصليتي اهو يا بنات. انا قطعته زي ما احنا شايفين كده. هجيب الطاسة او معذرة صينية الفرن اللي انا هشتغل فيها، برصه طبعا كده. وبس الفترة دي بس اللي قعدت فيها الصلصة على النار، وبنزلها عليه، بنزل بيها على البتنجان بسويها كده. ما تخافوش والله، هي مش هتنشف ولا حاجة، بالعكس. هينزل السوائل البتنجان بتاعته. وبغطيها بالفويل، بتقعد في الفرن حوالي نص ساعة. في خلال النص ساعة دي بقى اهي زي ما شفناها كده، البتنجان خفيف وطري وطعمه جميل. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. وفضلا اعملوا اشتراك في القناة ولايك لو وصفاتنا بتعجبكم. مع احلى رز يا بنات. وكده الغدوة خلصت وبقى